السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي صفحة ايزي انجلش بالدارجة، مرحبا بكم معنا في درسنا ان شاء الله الدرس الثامن في هذه السلسلة، في سلسلة تنسز. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى انكم تكونوا استفدتوا معنا في الدروس الماضية. ودرس اليوم ان شاء الله غادي يتمحور حول present perfect continuous، المضارع المستمر. هذا الدرس هو ما بين هو تكميلية في دروس تنسز. المضارع التام المستمر او present perfect continuous tense هو بحال جميع الازمنه عنده ضوابط ديالو وعنده قواعد ديالو. من بين القواعد ديالو ولا الضوابط الاساسيه ديالو هي عندنا كنلقاو subject بلس have ولا has على حسب لا فورم، first ولا third ولا الجمع. كنلقاو بلس been بلس verb بلس ing. غناخذوا المثال اللي قدامنا ولا الجمله الاتيه غادي ندرسوها. it has been raining. الا درسنا هذه الجمله هذه غادي نقولوا is it raining، يعني هل هي تمطر؟ no but the ground is wet، ولكن الارض مبتله او لا الارض فازقه. so كنتيجه لهذا الشيء غادي نستنتجوا ان it has been raining. عندنا have ولا has plus been plus ing in the present perfect continuous. هذا هو مبدا المضارع التام المستمر. المضارع التام المستمر كنستعملوه باش نبينوا واحد لاكتيفيتي اللي هي يلا توقفت ولا يلا وقفت، يعني واحد لاكتيفيتي بدات ووقفت لواحد المده وجيزه، وكنلقاوها يعني عندها واحد العلاقه مع الوقت الحاضر ديالنا. يعني لاكسيون بدات لنا مده بسيطه، يعني بدات لنا في الماضي قريب ويلا سالت، يعني بدات لنا في الماضي وسالت في المستقبل القريب او لا في الوقت الحاضر القريب. كمثال عندنا غادي نلقاو we use the present perfect continuous for an activity that has recently stopped or just stopped. There is a connection with now. عندنا as an example you are out of breath، يعني نفسك متقطعة. have you been running، هل كنت تركض، يعني انت النفس ديالك متقطع الان، يعني ولكن فيما مضى يا اما كنتي طالع الدروج يا اما كنتي كتجري يا اما شي حاجه. كمثال ثاني عندنا ياسين is very tired he is been working very hard، يعني ياسين عيان بزاف، لابد انه كان يعمل بجد، يعني يعمل بكفاءه. why are your clothes so dirty، علاش الملابس ديالك متسخه. what have you been doing، يعني شنو كنتي كدير، يعني كنتي كتلعب فيما مضى ولا كنتي خدام ولا داكشي علاش الملابس ديالك متسخه. المثال الاخر I have been talking to Fatima about the problem and she agrees with me، كنت كنتحدث مع فاطمه حول المشاكل اللي عندنا وهي متفقه معايا. انا كنت كنهضر معها ولكن المشاكل، ولكن حاليا راه متفقه معايا، يعني هضرت معها في الماضي والاتفاق ديالنا تم في الحاضر. كمثال اخير عندنا where have you been I have been looking for you everywhere، اين كنت، يعني في الماضي ما لقيتكش ولكني حاليا راه لقيتك وكنت كنقلب عليك. هذا هو الكونسيبت ديال المضارع التام المستمر. هو واحد الحدث وقع لنا في الماضي ويلا توقف في الوقت الحاضر. المضارع التام البسيط كنستخدموه الزمن للتعبير عن حدوث ولا عن حدث ولا عن شي حاجه وقع جزء منها في الماضي ولكنه مستمر حتى الان، وهو اللي كنرمزوا ليه بالبيرفكت كونتينيوس، هو التام المستمر، وفيه كنعرفوا طول المده واستمرار الفعل وبدايه ونهايه هذه المده. في البريزنت كنعرفوا ما هي المده الاستمرار الى اين والى ما تبدا، وكيكون التركيب ديالو كما قلنا هاف بين وكنزيدوا ليه نجي في نهايه الفعل مثل I have been eating. كنكرروه هنا ايضا ما قلناه في الدرس السابع، وهو ان البيرفكت هو التام، وهو فعل كيتم ولا بيتم وينتهي على وشك الانتهاء او انتهى وكان على وشك الانتهاء في الماضي بالمقارنه بفعل اخر. بينما العكس في المضارع المستمر التام المستمر هو ان لاكسيون بدات لنا في الباست ولكن يلا حبست لنا في الحاضر. باش نشرحوا المضارع التام المستمر بيرفكت كونتينيوس تنس غادي ناخذوا المثال السابق وغادي ندرسوه اكثر، ولكن غنزيدوا عليه واحد التعديلات. كمثال عندنا it has been raining for 2 hours، كانت تمطر لمده ساعتين، يعني it began raining 2 hours ago and still raining، يعني بما معناه ان الشتاء كانت كطيح هذه ساعتين كما قلنا ومازال مستمره في الطيحان ديالها. يعني وكنقولوا how long it has been raining، منذ متى وهي تسقط، يعني كدلنا دلاله على الكونتينيوز على المستمر. وعندنا it has been raining for 2 hours، يعني كانت كطيح مازال مستمره كطيح مده ساعتين. كنستعملوا البريزنت بيرفكت كونتينيوز عندي سواي في هذا المنحى هذا، وكنستعملوها خصوصا مع how long و for و since باش نبينوا الاكتيفيتي اللي هي مازال مستمره، باش كنبينوا الحاله اللي هي مازال مستمره.
اولا كما كان درسنا في هذا المثال هذا اللي عندنا، اولا يلاه وقفت لنا الشتا، يلاه تحبست، يعني لاكسيون بدات لنا في قبل وممكن انها مستمره، اولا لاكسيون بدات لنا من قبل وراه يلاه وقفت. هذا هو المضارع تام مستمر. كيمكن له انه يكون عنده جوج الاحتمالات، يا اما لاكسيون بدات لنا في الماضي ومازال مستمره في المستقبل القريب، يا اما بدات لنا في الماضي ويلاه وقفت لنا في الحاضر. المضارع التام المستمر او البريزنت بيرفكت كونتينيوس كيجي لينا مع كلمات مفتاحيه كما كنقولوا منذ ولا سينس، ولكنني غنحاولوا ان ندرسوا كل مثال بحده. كمثال عندنا موضح امامنا How long have you been learning English؟ لكم من الوقت كنت تتعلم اللغه الانجليزيه؟ احنا كنا كنتعلموا ولكن still learning English، يعني مازال المده مستمره. كمثال ثاني عندنا احمد is still watching TV. He has been watching TV all day. احمد كان كيشوف التلفازه، احمد كيشوف التلفازه طول اليوم، يعني كان كيشوف التلفازه طول اليوم، يعني مازال مستمر في المشاهده ديالها. عندنا where have you been؟ اين كنت؟ I have been looking for you for the last half hour. اين كنت؟ يعني انا كنت كنقلب عليك وكنت كنقلب عليك المده ديال نص ساعه الاخيره. مثال اخر ابراهيم hasn't been feeling well recently. ابراهيم ما كيحسش براسو مزيان، يعني عندنا recently هي الكيوردز ديال المضارع التام المستمر. كاع اللي بالخضر هما كيوردز، وكاع اللي بالاصفر هو التصريف ديال المضارع التام البسيط. عندنا subject بلاس have بلاس been بلاس verb بلاس ing. باش نزيد نوضح لكم اكثر، كيمكن لنا نستعملوا البيرفكت كونتينيوس لواحد لاكسيون اللي هي مستمر، يعني توسعت لينا ولا كما كنقولوا سيبيتد اوفر ا بيريد اوف تايم، يعني مازال مستمر لنا واحد المجموعه ديال الوقت. كمثال اول غنلقاو عندنا من منى is a very good tennis player. She has been playing since she was 8. عندنا الفعل مازال مستمر، يعني منى كانت كتلعب منذ أن كانت 8 سنوات ومازال مستمرة في اللعب إلى حد هذا الوقت. يعني الكيوردز عندنا since وعندنا subject بلس has بلس been بلس verb بلس ing. عندنا مثال ثاني every morning they meet in the same cafe. They have been going there for years. يعني عندنا المثال المشروح مقسوم على جوج، يعني كل صباح يلتقون في القهوة، ولكن هذه القهوة كيمشيو لها منذ سنوات، يعني for هو years. for years هي الكيوردز. وبالنسبة للآخر عندنا subject verb been verb plus ing. وباش نفرقوا ما بين المضارع التام المستمر والمضارع التام كنلاحظوا المثال التالي. عندنا مها started making cakes 3 hours ago. There are now 100 cakes on the table. عندنا من هاد الجملتين كنستنتجوا ان عندنا جوج ديال الاشكال ديال لي تنس. عندنا present perfect continuous tense اللي هو she has been making cakes for 3 hours اللي كتطابق عليها عندنا subject plus has plus been plus verb plus ing، وعندنا for اللي هو الكيورد و 3 hours اللي هي المده. بينما present perfect tense اللي هو عندنا she has made 100 cake، عندنا subject plus has plus verb in the third form ولا past participle ديالو اللي هو made، وعندنا 100 cake. كنقطة قبل الأخيرة غادي نلقاو عندنا لافيرماتيف اللي هو عندنا رولز والاكزامبلز ديالهم. عندنا لافيرماتيف عندنا subject بلس auxiliary بلس been بلس verb بلس ing. عندنا I you we و they كيمشيو مع have بلس been بلس run بلس ing ديالنا. عندنا اللي هي والشي والإت كتمشي مع has اللي هو قلنا الاكسلوري، وعندنا been وعندنا الفيرب اللي هو run وعندنا ing. بينما النيجاتيف فورم كتبقى هي كنزيدو داك النوت مور الاكسلوري. عندنا subject بلس auxiliary بلس not بلس been بلس verb بلس ing. عندنا I you we و they كيمشيو لنا مع have كنزيدو موراهم not directly been بلس verb بلس ing. وعندنا الهي والشي لو ميم. بينما الكيوردز اللي هي ديال present perfect tense ماشي متعدده انما معدوده. كنلقاو since اللي هي منذ، for لمده، just for للتو، عندنا lately مؤخرا، all day طوال اليوم، all night طوال الليل، all weekend طوال الاسبوع، all month طوال الشهر، recently حديثا، منذ مده، how long طوال الوقت، the whole time. عندنا up to now حتى الان، و so far حتى الان. وكنتمنى تكونوا استفدتوا معنا فيديو اليوم.